جميع احداث ووقائع هذه القصه اللي غنعاود لكم اليوم كيتعتبروا من ارعب القصص على الجن، لانه بكل اختصار غنعاود لكم اليوم على واحد الشاب كان بغى يعزي الصديق ديالو، ولكن غيلقى راسو محاصر في واحد الدوار اللي ما عرف ساسو من راسو. قصتنا اليوم فيها واحد العبره كبيره خصوصا الناس اللي كيديروا رحلات بوحدهم. داكشي علاش غنوصيكم قبل ما نبداو ما تنساوش لنا واحد لايك وواحد اشتراك، لان هاد القناه هذه كتستاهل كل الدعم. ولا ما عجباتكش هاد القصه هذه فبلا ما دير لي هذاك لايك. وبلا ما نطول عليكم نبداو نيشان على بركه الله. الاحداث ديال هاد القصه غيبداو سنه 2012 ملي البطل ديال القصه اللي هو يوسف غتجي واحد المكالمه هاتفيه على الصباح بان الصديق ديالو توفى ليه با في واحد الدوار، وبانه بطبيعه الحال خاصو يمشي يعزيه. يوسف كان عزيز عليه الصديق ديالو بزاف وكيحترمه، وكتجمعهم قرابه ديال العمل وديال الخدمه، يعني كانوا كيمشيو للخدمه بجوج وكيعرفوا بعضياتهم سنوات. وهو في السمع الاب ديالو مات ضروري خاصو يمشي حتى للبلاصه اللي مات فيها ويعزي داك الصديق ديالو. نعت ليه على البلاصه وقال ليه ها حنا فين ساكنين. المهم عطاه التفاصيل اكزاكتومون. ناض هذاك السيد دواش وجد راسو ركب على الطوموبيل ديالو وقصد هذيك المنطقه او الدوار اللي مات فيه الاب ديال الصديق ديالو. وللاشاره والمعلومه يوسف كان ساكن في مجال حضاري في واحد المدينه، وهذيك البلاصه اللي غيمشي يعزي فيها هو واحد المنطقه بعيده بزاف وما عمره اصلا مشى لها، غير نعت ليه الصديق ديالو. ايوا السيد خدم لابليكاسيون ديال جوجل مابس باش انه يتبع الخرائط ديال جوجل ويعرف البلاصه فين كاينه. غادي كيسوق الطوموبيل ديالو بخير على خير، وشويه فكر واحد التفكير قال انا عوض ما غنضرب هاد المسافه الطويله كامله علاش ما نختصرش الطريق حتى شويه غيوقع لي واحد العطب في السياره ديالو. في ديك الطريق غادي يحس بان ديك الطوموبيل ديالو ما بقاتش هي هذيك غادي، ولكن هذاك الموتور ديالها كيدير واحد الصوت بحال انه هذاك الموتور مخنوق. هو غادي كيزيد يكسيري في السرعه، ولكن كيحس بان ديك الطوموبيل بحال واقع فيها شي مشكل. صافي وهي تسكت وحبسات ليه تماك. وفي هذه اللحظه يوسف غادي يحل ديك الطوموبيل وغادي يتعصب بزاف، غيطلع ليه الدم. اصلا هو واحد في داك القيفار وفي ديك الخلا، واصلا قليل الطوموبيلات اللي كيدوزوا من تما، وبان لي بان تما بحال الدخان وبحال يعني ديك الطوموبيل محروقه فيها شي حاجه في هذاك الموتور. وبقاو بزاف ديال الافكار تيلعبوا ليه في راسو، وقال انا واحد في الطريق دابا شكون غادي يعاونني كيفاش غادي نخرج من هذه البلاصه. واصلا الطوموبيلات ما كيدوزوش تما كما قلت لكم، ديك الطريق كتبان بحال منعدمه رغم ان الشانطي ما فيش الحفاري كيبان مزفت. ولكن علاش الطوموبيلات ما كيدوزوش من تماك ولا مثلا الماطر ولا شي حاجه؟ السيد بقى كيسول في راسو، يعني الطريق مزيانه ومختصره وانا وقع لي في هذا المشكل، يا ربي تجيب غير شي طوموبيل اللي تقدر تعاونني ولا على الاقل توصلني عند شي ميكانيك اللي يجي صايبها لي. وبقى كيندم في راسو هو اصلا على الجهاد العزو هذا. وهنا يغيهز داك التليفون ديالو باش يعيط للصديق ديالو نعت ليه بالضبط فين كاين هذاك الدوار، ويقول ليه الطريق اللي هو حاصل فيها باش على الاقل يجيب لي واحد الميكانيكي ولا شي شخص يعاونو من هذه الورطه هذه. ولكن فاش غادي يدوز مكالمه الصديق ديالو غيلقى بان الخط مقطوع. شويه غيهز واحد البيل كان عنده في الطوموبيل وبدا كيضوي في ديك البلاصه وكيشوف زعما الا كان شي دوار تما قريب ولا هادي يمشي يقصدو ويسول الناس تما. حتى غيلاحظ واحد الحاجه، كيبانوا لي واحد الديور بحال داك البناء اللي كاين في العربيات، نتوما عارفين داك البني اللي كان عند الناس القدام عند جدودنا. وقال علاش ما نقصدش هذاك الدوار ورا الناس تما يقدروا يعاونوني، الا لقيت شي وحدين تما راه هما غادي يدلوني على الطريق ولا على الاقل يوريوني شي ميكانيكي اللي هو قريب، حيتاش مستحيل يكون دوار فيه الناس وما يكونش عندهم ميكانيكي وما يكونش عندهم مول الحانوت. يعني ضروري تما غادي يلقى واحد الوسيله ديال المساعده باش يقصد هذاك الدوار، واخا كان بعيد شويه ولكن بقى عاقل على الطوموبيل ديالو فين حاطه. المهم هو سد الطوموبيل ديالو سولتها وتم غادي 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 حتى غادي يوصل لهذاك الدوار او هذيك المنطقه القرويه اللي غادي يلاحظ بان هذوك الديور كيبانوا مسكونين، عندهم البيبان عندهم الشراجم فيهم واحد الزنيقات تما بحال كيديو واحد العصور اللي قديمه. حتى غينتهي به المطاف انه حاصل واحد في ذاك الدوار ما بقاش عاقل على حتى الطريق اللي جا منها. كيدخل من هذه البلاصه كيخرج في واحد البلاصه بحال دخل واحد المتاهه، كيمشي لهاد البلاصه شويه كيتلفت كيقول انا راه واقيلا جيت من هاد الجهه هذه، كيرجع ديك الجهه داخل تلف وما بقاش عارف حتى الطريق الاولى اللي جا منها. ايوا شنو غادي يدير في هذه اللحظه؟ بطبيعه الحال غيبدا يدق على دوك البيبان ويترجى شي واحد يعتقو ولا يعاونو. بدا كيدق بحال ما كيمشي كل دار كيدق عليها، شويه كينتقل لدار اخرى كيبدا يدق عليها. ولكن الغريب والعجيب في هادشي ان
حتى شي واحد ما كان كيجاوبو، وبحال ما ساكنهم حتى شي واحد. كيمشي ثاني شي دار اخرى كيبدا يدق عليها وكيحط ودنيه حدا الباب كيتصنت، ولكن حتى شي حاجه ما كيسمعها وحتى شي واحد ما كيجاوبو. واش غنقول لكم دابا الخوت يوسف غيبقى يندم في راسو وتيقول انا ندمت على جيت هاد البلاصه وجداني انا يجي في هاد الليل وحالتي حاله وما حملش داك الموقف اللي هو تحط فيه. شويه طلع لي واحد الراجل من الشرجم، واحد الراجل اللي كيبان كبير، عنده واحد اللحيه بيضاء، دير واحد العصابه ولابس واحد الجلابيه اللي مقطعه نوعا ما، يعني بين بدوي وانسان بسيط. غادي يعيط على يوسف وغيقول ليه ياك ما خاصك شي حاجه ولدي، الا بغيتينا نعاونوك مرحبا بك. وهنايا يوسف هز راسو في داك الراجل قال لي ايه يا خويا راني وحلت هنايا وراني من الصباح وانا كندق على الديور وحتى شي واحد ما حل عليا. داك السيد غيدخل راسو من داك الشرجم وفي لمح البصر يعني في ثانيه وحده يعني في رمشه عين غادي يهبط وغيحل عليه الباب. هنايا داك السيد يوسف بحال تنكره، بحال شداتو الخلعه، بحال حس بشي حاجه ماشي هي هادي. قال لي كي درتي ليا يلا طليتي عليا من الشرجم وهبطتي بهاد الزربه هادي. هو يجاوبو داك الراجل قال لي بلا ما تبقى تسولني بزاف، قال لي واش باغي شي واحد يعاونك؟ قال لي قال لي لا عاونتيني الله يرحم لك الوالدين، انا راه كنقلب غير على واحد الميكانيكي اللي صايب لي الطوموبيل ديالي ومشي واحد العزو، راه واحد الصديق ديالي ميت لي باه وانا ضروري خاصني نحضر هذيك الجنازه. غيجاوبو هذاك الراجل دابا غير دخل عندي ومرحبا بك، والغد لي في الصباح ان شاء الله راه انايا غادي نوصلك وغادي نوريك الطريق وحتى داك الدوار اللي انت كتقلب عليه. ويوسف بكل سهوله غادي يستسلم ويدخل لهذيك الدار. غادي يلاحظ بان الاثاث والاواني وديك الدار كيفاش هي من الداخل كتبان قديمه بزاف، شي زمن اللي قدم حتى من الزمن اللي كانوا عايشين فيه جدودنا. داك السيد غيجيب واحد الصينيه فيها الكيسان وواحد البراد ديال اتاي. يوسف بقى كيسول فيه وكيقول ليه انا بغيت نعرف الميكانيكي اللي عندكم هنايا فين كاين، ولكن اللي غيلاحظ يوسف بان داك الشخص كيجاوب واحد الاسئله اللي محدودين، يعني كيجاوبك على قد السؤال ديالك، ما كيبقاش يهضر معاك بزاف. يوسف كيحاول يسول هذاك الانسان اكبر قدر ديال الاسئله ولكن كيجاوبوا غير واحد الاجوبه اللي مختصرين، لدرجه يوسف حس بان هذا الشخص غريب. والملاحظه الثانيه اللي غنقول لكم راه فاش سلم على ذاك الراجل اكتشف اغرب من ذلك، هذيك اليد ديالو بحال كيسلم على شي صنم. السيد دخلوا مع المطارق وبدا كياناليزي في الكاركتر ديال هذا الانسان وبغى يعرف الهويه والحقيقه ديالو، ولكن للاسف داك خونا كان غير ساكت وما باغيش يوريك الاسرار ديالو. داز تقريبا واحد نص ساعه حتى غادي يسمعوا الاذان ديال العشاء. جاوبوا يوسف وهو كيضحك واش نتوما عايشين في شي عصر اللي ما عايشينش فيه حنا؟ راه العشاء فات اصلا دابا راه 12 ديال الليل. داك الراجل مدوي ما تكلم، ناض من بلاصتو جاب لي واحد السطله ديال الماء وقال لي الا بغيتي تتوضا وتمشي تصلي راه الجامع كاين في النهايه ديال هاد الدرب. قال لي غير هاد جوج كلمات ورجع للبلاصه ديالو، تربع وبقى جالس ما كيتحرك ما كيرمش عينيه ما حتى شي حاجه. سولتيه يجاوبك، ما سولتيش كيبقى في ديك الحركه الغريبه ديالو. يوسف ناض من بلاصتو ومشى توضا وقصد هذاك الجامع اللي نعت ليه هذاك الراجل. غيتم غادي في ديك الزنيقه، ولكن اللي غادي يلاحظ وغيثير الانتباه ديالو ان دوك الازقه او هذاك الممر قصير بزاف او ضيق. يوسف دخل هذاك المسجد ولكن هنا غادي يتصدم بواحد المنظر اللي ما عمره شافه في حياته. لاحظ بان الناس اللي كاينين في ذاك المسجد قليل بزاف، تقريبا نقول لك شي 8 ولا 7 ديال الافراد، وكل واحد جالس في واحد الركن في ذاك الجامع، جالسين ولابسين الجلالب والقباب لدرجه ما تقدرش تشوف الوجه ديالهم كيفاش داير، الا واحد الراجل اللي هو الامام ديال هذاك المسجد وجالس في هذاك المنبر غادي يحيد هذاك القب ديالو. الوجه ديالو كان بحال البشر ولكن مرعب وما تقدرش حتى تشوف ليه في عينيه كيبانوا حارشين، واحد الشوفه ديالو غريب ومازال مبغاش تنسى ليا. بقى غير كيشوف فيا، ماشي ديك الشوفه ديال انه شاف فيا وحضر راسو، خصوصا ملي قلت لهم السلام حتى شي واحد ما ردها عليا. والحاجه الثانيه اللي زادت دخلات الرعب في قلبي هو داك الشمع اللي شاعل في داك الجامع. ما عمرني انا في حياتي شفت بان الجامع شاعلين فيه الشموع حمرين وفيه واحد الزلافات ديال الحنه، ماشي داخلين داك الجامع باش يصليو وانما باش يشاركوا بالله. شفت داك المنظر وانا متجمد في بلاصتي، وباش غادي نزيد نكحل وتقفار قلت لهم واش هذا جامع كتصليو فيه؟ كيفاش دابا نتوما دايرين الشمع هنا والحنه؟ ايوا الخوت غادي يوقع واحد المنظر اللي خلاني ندم اصلا علاش انا هضرت كاع. هادوك اللي كانوا جالسين تما كل واحد غيبدا يحيد فوق بوحدو، وشنو غادي نشوف؟ وجوه ديال الحيوانات، كاين اللي عنده الوجه ديال المعزه، كاين اللي الوجه ديالو ديال الكلب، كل واحد عنده واحد الوجه بواحد الصفه مختلفه وما تقدرش حتى تشوف لهم في كماملهم. تميت غادي وانا مغمض عيني وتنغوت وتنطيح وتنعاود نوض، تنطيح وتنعاود نوض، وكنقرا في القران وتنقول حسبي الله ونعم الوكيل وتنقرا في ايات الكرسي. حسيت بواحد الرعب ما عمرني حسيت به في حياتي. وفاش حليت عينيا غادي نلقى بان هذيك البلاصه عباره عن قفار، عباره عن خلا،
حتى شي حاجه ما كاينه تميت غير كنجري في وسط داك الخلا بحال شي هبيل حتى غنلمح الطوموبيل ديالي من بعيد. مشيت حليت الباب دخلت ليها سديت وانا نخدم الراديو على صوره البقره، وبقيت في ديك الحاله متجمد وانا كنحس بالرعب والخلعه حتى غيجي واحد مورموك هو مسكين اللي غادي يعتقني وغيديني نجيب واحد الميكانيكي اللي غادي يساعدني باش نصايب هذيك الطوموبيل. ولكن العجيب في الصايب ليا ديك الطوموبيل قال لي اصلا الطوموبيل ديالك راه مارش خدامه هي هذيك، ولكن راه غير شي واحد تلاعب لك فيها وبحال خسر فيها شي حاجه. وهنا يتاكدت بان ديك القبيله او هذاك الدوار اللي دخلت ليه راه هي قبيله ديال الملوك ديال الجن.